الجزء اللي فات من مذكرات عماد حمدي كنا وصلنا لمرحلة شادية، وكانت حاجة مأساوية جدا ان الحلقة تنتهي النهاية اللي تزعل دي. فبعد الوصف الجميل من عماد حمدي لحياته مع زوجته ف وأم أولادي واعتذرت عشان السينما، وهوب رغم كل ده يحب شادية برضه. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن قصته مع شادية من البداية وازاي طلق مراته. متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. حلقة النهاردة عماد حمدي بيقول فيها بمذكراته اللي كاتبها بخط ايده: عشت صراعا نشب فجأة في داخلي، صراع بين الزوج الوقور الذي يريد ان يتجنب العواطف التي توشك ان تهب فتقتلع جذور استقرار حياته الزوجية، وبين مشاعر الشباب المتأججة التي لا تعترف في بعض الأحيان بالعقل أو المنطق وتندفع غير عابئة بشيء. لم تتوقف تساؤلاتي ما الذي أصاب عقلي وقلبي منذ أن ركبت ذلك القطار الذي اسمه قطار الرحمة، وكأنني مسلوب الإرادة أسير كالمنوم مغناطيسيا، لا أقاوم ولا أنوي المقاومة، بل مأخوذا بما يحدث لي. ولقد حاولت الخروج من معركة القلوب التي ينتصر فيها القلب، التي ينتصر فيها الحب دائما، لكن الظروف شاءت أن يتم ترشيحي لبطولة فيلم جديد وأمام شادية. ولقد جمعنا فيلم أقوى من الحب الذي يخرجه عز الدين ذو الفقار ويجري تصوير أحداثه في الإسكندرية، وهكذا عدنا من جديد لنركب معا قطار الرحمة الذي لم يكن يتحرك هذه المرة فوق القضبان الحديدية، بل كان ينزلق فوق رمال الإسكندرية الناعمة، ولا تستطيع قوة أن تمنع اندفاعه نحو المجهول الغامض. أستاذ عماد، يا شادية جميلة جدا وست الكل وكانت حاجة جميلة جدا، بس بصراحة الاستقرار وبيتك كان أولى بكتير من الخطوة دي. أنا زعلت. كنت أودي في ذلك الفيلم دور ضابط مبتور الزراعة متزوج من طبيبة تجسد دورها مدحة يسري، كانت تعامله بجفاء، وفي الوقت الذي اختفى فيه الحب داخل بيت الزوجية، وبينما هو متعطش للكلمات الودودة الرقيقة والعواطف الدافئة تظهر في حياة هذه الإنسانة الأخرى شادية التي تغدقه بحنانها وحبها بلا حدود. لقد ظهرت فجأة في ليل حياته المظلم لكي تعيد إليه البهجة المفقودة والأمل الضائع. ويبدو أن قصة الفيلم العاطفية قد ألهبت مشاعرنا وأشعلت نار الشوق في أعماقنا، ولم أجد أمامي غير هذا الحل الوحيد: الانفصال عن زوجتي فتحية التي كنت دائما صادقا في مشاعري معها، ولم أجد أمامي غير هذا الحل، والتي لم أمارس معها الكذب ولا أستطيع أن أخدعها. فقلت لنفسي: لماذا لا أعترف بالأمر الواقع بأن مشاعري نحوها قد تفطرت وتغيرت، أو على الأقل لم تعد قوية، وكان لابد أن أفترق عنها، لأنني لا أجيد لعبة المراوغة والخداع، ولا أستطيع أن أتحمل كل هذا العذاب النفسي. النهايات تكون دائما مؤلمة ومدمعة، لكن أهم شيء بيننا كان اتفاقنا على المحافظة على ابننا نادر وحمايته من الآثار السلبية لتجربة الانفصال. وبعد 8 سنوات من الحياة الزوجية انفصلت عن زوجتي فتحية شريف في عام 1953 وفي الإسكندرية بالتحديد. وبعد انتهائنا من تمثيل فيلم أقوى من الحب تزوجت شادية، وحكايتي مع شادية طويلة وعجيبة، وهيحكي حكايته مع شادية. كنت أجد في شادية دائما الإنسانة الرقيقة المهذبة، ابنة الأصول التي جاءت من بيت طيب ولم تأتي من الشارع. لكن هو كاتب كده: ما كل زوجاتك طيبين أستاذ عماد، لكن رأيي فيها كفنانة لم يعد عاطفيا أبدا، لذلك عقدت العزم على أن أخوض تجربة الإنتاج السينمائي مهما كانت نتائجها وعقائبها. يا هتخسر فلوسك كده بقى. ووفقني الله في العثور على قصتين جديدتين: شاطئ الذكريات وليلة من عمري. وشرعت عمليا في الخطوات العملية للإنتاج. كنت أشعر أن شادية قلقة. كانت شادية تتصور أن أدوارها الخفيفة الغنائية هي أنسب الأدوار لها، ولا تتصور نفسها أبدا إلا وهي تؤدي دورا خاليا من المرح، ولا تتخيل نفسها بطل الفيلم خالي من الأغاني الناجحة التي تقدمها. لكن مع مرور أيام التصوير بدأ قلقها يروح بالتدريج، ثم كانت الشهادة التقديرية التي حصلت عليها من الجمهور الواعي
الذي أعجب بدورها الجديد ودورها الجديد في الفيلم الآخر، وانتقلت شادية من الأدوار الخفيفة إلى الأدوار الجادة الكبيرة في التراجيديا المؤثرة. إن غيرة الزوجة على زوجها أو غيرة الزوج على زوجته شيء طبيعي وعادي لا يستحق كل تلك الدهشة، ولا أريد أن أخوض كثيرا في الأسباب التي دفعتنا إلى الطلاق بعد الزواج 3 سنوات. يعني اتجوزها 3 سنين، انفصل عن واحد عاش معاها 8 سنين وكانت وش الخير عليه وعملت كل ده، واتجوز 3 سنين بس من شادية. أنا زعلان منك يا أستاذ عماد. فهذه أمور تخص الزوجين وحدهما، ومن حق كل إنسان أن يحتفظ بتفاصيل حياته الخاصة. المهم الطلاق قد حدث. هو اختصر كده حكايته مع شادية. وظلت الصحف تكتب كثيرا عن حكاية طلاقنا، وكأنها لا تجد أي حكايات أخرى تتحدث عنها دون مراعاة المشاعر الخاصة وحالتي النفسية التي ساءت جدا بعد انفصالي عن شادية. ولولا الصيد لكنت قد أصبت بأخطر الأمراض، لكن هوايتي صيد السمك كانت منقذي الوحيد. لكن يجب أن أقول الحقيقة، شادية لم تكن أبدا مادية، ليست من التي يجرين وراء الماديات. لقد كانت المشاعر الإنسانية الصادقة أهم عندها من أي شيء. شادية إنسانة خجولة لكن تنقصها الجراءة، وهذا ما يسبب لها أحيانا بعض المتاعب. شادية إنسانة يحبها كل من يعرفها، صوتها هادئ ورقيقة بطبيعتها. تلك هي الحقيقة التي لا أستطيع إخفائها أو إنكارها. لقد افترقنا لكني لا أحمل لها أي حقد أو ضغينة، بل أحتفظ لها بكل التقدير. توقف قطار ما بعد منتصف العمر في محطة الفراق، وأطلق صفارة الوداع، واندفعت طيور الفرح مذعورة مهاجرة إلى أرض الأحزان البعيدة بحثا عن النسيان، لعلها تجد هناك السعادة المفقودة والأمل الضائع مع العمر الذي يسرع خطاه بغير تمهل أو انتظار. وأقولها صريحة، لقد اكتشفت الحقيقة في وقت متأخر، كما يحدث دائما بعد فوات الأوان. كان أولاد الحرام وراء انفصالنا سامحهم الله. يعني ناس دخلت سخنت الدنيا بين شادية وبين عماد حمدي، وكان في الصحافة وقتها كلام إنها هترتبط بفريد الأطرش والكلام اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده ده. فهو يقصد بقى أولاد الحرام كانوا السبب في انفصالهم. بعد الانفصال كانت عودتي إلى الاستوديوهات ثقيلة في بداية الأمر، لكني تماسكت ولم تهزني نظرات الشامتة ولا الابتسامات الصفراء. لم أتأثر بكلمات الحاقدين الشامتين، ومضيت متفائلا ومتفانيا في أدواري الجديدة التي بدأت تأخذ طابعا جديدا مختلفا. لقد ظللت الفتى الأول لفترة طويلة، فتى أول في 40 لديه وقار الكبار، لا يعتمد على صغر سنه وجمال ملامحه. حضرتك 40 دي تعتبر كبير. وقد لاحظت فجأة أنني لم أعد شابا. حرام عليك يا أخي بقى. كما كنت الشعرات البيضاء تسللت إلى رأسي، ثم التجاعيد. يا عم انت 40، يا عم انت محسسني انك 90 سنة. ثم أصبحت واضحا، التجاعيد أصبحت واضحة فوق وجهي. لكن المخرجين لم يقتنعوا بذلك، وظلوا يصرون على ترشيح لأدوار الرجل العاشق الذي تهواه النساء. وكان لابد أن أقول ستوب. وقلت لنفسي لقد مضى زمن الفتى الأول، لا أريد أن أؤدي بعد الآن أدوار الفتى الأول على الشاشة. على فكرة يا أستاذ عماد، أنا ليا ملحوظة شوية. أنا كنت قايل عنك في حلقة قبل كده إن تحية كاريوكا يعني حاولت تقنعك انك تعمل دور الاب في ام العروسه، وحضرتك كنت رافض لانك كنت لسه بتقول ان فتى الشاشه الاول. فالحته دي هنعديها لك برضه. كنت استطيع ان اذهب للخارج لاجري عمليه شد وجه. ايه ده، هو كان في عمليات زمان يا استاذ عماد في انجلترا؟ ما كانش في لبنان بالذات، حيث يتم هناك ببراعه اخفاء تجاعيد الوجه وبصمات الزمن الواضحه. كنت استطيع ان اخفي شعري الابيض، ما دي سهله دي باي صبغه، بصبغه سوداء، لكن لن تكلفني اكثر من بضعه قروش. بالقروش؟ ايه الاسعار الرخيصه دي يا حاج؟ ولكن ما قيمه ذلك كله؟ ولماذا تقف ضد حركه الطبيعه ومنطق الاشياء؟ لقد شعرت بان احاسيسي ستكون مزيفه، مصبوغه مثل شعري ومشدوده مثل جلد الوجه. فقلت لا، لن اصبغ شعري ولن اشد جلد وشي ولن اشد جلد وجهي. سأبقي كما أنا بدون إدخال أي تحسينات أو تعديلات. وفي أحد الأيام اختارني المخرج حسن الإمام للمشاركة في فيلم
زوجة من الشارع. وشعرت بالحماس لهذا الفيلم خاصة بعد أن عرفت أن هدى سلطان وكمال الشناوي سيشاركاني البطولة فيه، كما سمعت أيضا أن هناك ممثلة جديدة اسمها نادية الجندي. أوبا، ستظهر في الفيلم. ورأيت نادية الجندي لأول مرة في بلدة أجا. لاحظت أنها شابة وجميلة وشديدة الحيوية. أستاذ عماد، حضرتك قلت من شوية إن ما ينفعش حد يقف ضد حركة الطبيعة، وإن أنا كبرت وما بقتش فاتة الشاشة أول وكده. نادية الجندي أكتر حاجة عجبتك فيها إنها شابة وجميلة وشديدة الحيوية، ومن خلال العمل أمام الكاميرا والظهور في مشاهد مشتركة كان لابد أن يكون بيننا حوارات وتعليقات. وكأي ممثلة جديدة فإنها كانت بحاجة إلى توجيهات وإرشادات من سبقوها في ذلك المجال، وأنا بطبعي لا أبخل أبدا بالتوجيهات المخلصة، وكنت أقدمها دائما للممثلين الجدد الذين يعملون معي. ولقد كان طبيعيا أن أقدم تلك التوجيهات للممثلة الجديدة نادية الجندي. وفي فترات الاستراحة ما بين التصوير أفكر بعمق في حياتي المتوحشة التي أصبحت مثل الصحراء. أنا عارف الدخلة دي كويس، لأن هي كانت الدخلة دي نفس دخلة تمهيد لارتباط بشري. لحد هنا ونوقف كلام عن مذكرات الأستاذ الكبير الرائع عماد حمدي. ويعني شوف الحلقات اللي فاتت من أول بداياته لحد حلقة النهاردة، وهنكمل حلقة أو حلقات ذكريات أو مذكرات عماد حمدي اللي كتبها بخط إيده في الحلقات الجاية، واسيب لك اللينكات في وصف الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ودوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجاية.